السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. في الحقيقة طبعا كلنا عارفين ان القناة بتعرض كل القضايا اللي هي بتكون موجودة في المحاكم او برا المحاكم او اللي هي لسه اصلا ما اتحكمش فيها، بمجرد مرور الجريمة فبنقوم احنا بعرضها. طبعا انا قلت كذا مرة ان القناة انا عاملاها برضو للمتابعين يا حبايبي اللي بجد انا بحب ان انا افيدهم ويفيدوني برضو. عايزة ان بيبقى في ناس بتبقى عايزة مثلا تنزل مشكلتها مش لاقيه لها حل، فبالتالي ممكن تعرضها عليا، فممكن انا اقوم برضو بسردها بالشكل ده. دلوقتي في واحدة من المتابعين اسمها رانيا بتقول انا عندي 37 سنة ومتجوزة بقالي 15 سنة، وفي الحقيقة يعني حياتي في أول جوازي كانت الحالة المادية مش مظبوطة، ما كانتش أحسن حاجة. فلما ربنا كرمنا الحمد لله وجوزي طلع سافر السعودية، الحمد لله الحالة بقيت كويسة جدا وبدأت الدنيا تتظبط. بس يعني في الحقيقة اللي رايح على قد اللي جاي يعتبر. فانا طبعا من يوم جوازي ما عملتش حاجه جديده في حياتي، يعني يعتبر ان انا اتجوزت في بيت عيله وما زلت لسه ما حصلش نصيب ان اقدر اجيب شقه، او الظروف لسه مش مهيئه ان اجيب شقه بره بيت العيله. المهم ان رانيا بتقول ان عندها بتقول بعد ما جوزي سافر بقاله حوالي 7 سنين. بعد ما سافر لقيت على طول اخو جوزي بيطلع يعني يقعد معانا معظم الوقت. بحب طبعا ان البيت تحت بيبقى مش نظيف، بيبقى مش مرتاح، فبيطلع يقعد معانا. بتقول هو كان طبعا يعني سنه مش كبير، هو سنه مثلا زي حوالي 20 سنة. بتقول انا لقيت نفسي بصراحة مش عارفة اقوله اطلع او انزل، او لقيت ان هو كل شوية معلش بقى انا طالع ابيت عندكم، معلش اصل ماما مش عارف تحت بتعمل اكل والدنيا متبهدلة وانا مش عارف انام تحت. لقيت مرة في التانية اصبح ان هو بقى يطلع يقعد عندنا كتير جدا. بالاضافه كمان ان هو بينام في اوضه الاطفال، لاني انا ما عنديش الا غرفتين بس، بينام هو في اوضه الاطفال مع اولادي. بتقول عندي ولد وبنت، البنت عندها 10 سنين والولد عنده 3 سنين، فالاتنين بيباتوا معاه في الاوضه. بعد كده انا ربنا كان كرمني اصلا بطفل بيبي يعني، فالولد ده بينام معايا جوه في الاوضه. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، وطبعا بسبب المشاكل اللي بتحصل كتير وبشوفها في الفيديوهات، وفي المشاكل اللي بتحصل عند الناس والقضايا وعمليه الاغتصاب والتحرش من اقرب الناس. انا في الحقيقه بقيت اخاف على بنتي، وبقيت اخاف على حتى ابني، لان احنا عارفين ان والعياذ بالله بقى التحرش والحاجات دي بتحصل برضو للصبيان الصغيره. فبقيت اخاف على اولادي، وكمان حاسه ان انا بقى الموضوع تقيل على قلبي، ان انا مش عارفه اخد راحتي قوي في بيتي. بقيت حاسه ان انا محرجه جدا، وفي نفس الوقت خايفه ان انا اتكلم مع جوزي لان هو هيزعل وممكن يزعق معايا ويقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي كده على اخويا، احنا متربيين واحنا طبيعي كل واحد شايف اهله كويسين. وبرضه خايفه اقول لحماتي تقلب الدنيا وتقول انت ازاي تقولي كده على اولادي، وازاي تشكي في حد من عيالي. وطبعا كلنا عارفين نظام الحموات والامهات، فهي عايزه حل للمشكله دي. يا ريت ان انا اشوف في تعليقاتكم يا ترى هي تعمل ايه، عايزه فعلا حاجه او عايزه حل ما يخربش عليها، وفي نفس الوقت يحل لها مشكلتها، وبرضه محدش يزعل منها. طبعا انا مستنيه رايكم في التعليقات، بس اللي اقدر اقوله من ناحيه رايي انا شايفه يا رانيا ان يعني في كده، يعني في طرق بتتقال بتبقى طريقه خفيفه، وفي نفس الوقت اللي قدامي يقدر يفهمها. ما ينفعش يا رانيا ان انا ابقى عايشه في بيت عيله الناس اللي فيه دولت زي اهلي مش اكتر، واروح اقول ان انا هتعامل معاهم زي اهلي بالظبط. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اقول اخو جوزي هو زي اخويا، هو اوكي زي اخويا، بس هل هو اخويا؟ هو اخو جوزي ده مش ممكن يجوز لي في يوم من الايام؟ هل ينفع ان انا ابيت معاه في اوضه واحده او في شقه واحده ومفيش كمان معايا راجل اللي هو يبقى جوزي؟
هل ينفع؟ هل الدين نفسه يرضى بكده؟ يعني والله احنا كلنا عارفين يا جماعة ان احنا كلنا مصريين، وعارفين ان لما واحدة بتبقى متجوزة ما ينفعش اخو جوزها يروح يخبط على باب الشقة وجوزها مش موجود. كلنا عارفين كده لان كلنا مصريين والعرب هكذا. احنا يا جماعة المبادئ والاخلاق ما بتتجزأش، ما بتتجزأش. ما ينفعش اجي اخد جزء واسيب جزء تاني، ما ينفعش اقول ده حرام وده حلال، ما ينفعش. الحرام حرام والحلال حلال، ومش على مزاجي، دي قوانين وشروع محطوطة لازم ان احنا نتكلم فيها. جوزك المفروض من الاول ما كانش يسمح لاخوه ان هو يطلع ويبيت عندك في شقتك. دي حاجة المفروض لابد منها ان هو يبقى عارف حاجة زي كده، وكان هو يتكلم مع اخوه. والمفروض كمان حماتك كانت تتكلم مع ابنها اللي هو اخو جوزك، تقوله ما ينفعش يا ابني تطلع فوق. وخاصة هي على فكرة وهي بتقول برضه المشكلة، بتقول هو مش صغير، هو عنده 21 سنة، يعني سنه كبير، هو مش بيبي ولا هو مثلا طفل عنده 4-5 سنين مثلا. لا ده شاب يعني، شاب لو اتجوز هيخلف، شاب عارف لازم يبقى فاهم ايه اللي ليه وايه اللي عليه. فلازم تعودوه، ولازم انتي بالذات تعوديهم ان لا ما ينفعش، ما ينفعش وما يصحش ان انا اجيب واحد شاب كده مهما كان غريب اقعده معايا في الشقه. ازاي انتي بتلبسي هدومك؟ ازاي انتي بتدخلي حمام؟ ازاي انتي بتتعاملي في البيت لما هو موجود عندك على طول؟ ازاي شاب زي ده؟ ما تقوليش زي ابني، هو مش ابنك. ما تقوليش زي اخويا، هو مش اخوكي. ده واحد راح ولا جه يعني معلش بعيد عنك وغريب عنك. ربنا سبحانه وتعالى حرم التبني. ليه؟ ما هو علشان نفس مشكلتك يعتبر، لان هو برضو لان انت الطفل اللي هتروحي تتبنيه في يوم من الايام هيكبر، في يوم من الايام هيجي يقعد معاكي في الشقه. انت واحده غريبه عنه، ما ينفعش تقعدي معاه مع انك انت اللي مربياه وواخداه هو بيبي اصلا بيرضع. ورغم من كده ربنا منع التبني ده، حرم التبني. تمام. فما ينفعش الطفل او ما ينفعش ان يبقى شاب كبير كده ويطلع يقعد معاكي في الشقه. ما ينفعش. خلينا نتكلم في الحرام والحلال. لا ما ينفعش. فانت الصح انك انت تتكلمي مع جوزك. انا كنت بستحمل الوضع ده علشان بصراحه يعني الموضوع كان في الاول محرج اتكلم، بس ما ينفعش بقى، انا مش قادره اخد راحتي. هو بيكبر وما شاء الله كبير وشاب، فما اقدرش ان انا افضل بقى كل شويه راضيه بالوضع ده. وبنتي كبرت مش عارفه تاخد راحتها، خلاص جوزك بقى لازم تاخدي معاه انت الحاجه دي، وهو بقى منه لاهله. لو ما قدرش ياخد لك حقك ساعتها يبقى انت تتكلمي قدام حماتك وقدام اي حد. وعلى فكره لو جابوا اي حد من بره غريب ووضحوا له الموضوع هيقولوا ازاي انت راضيه اصلا بالوضع ده. يعني دي حاجه اقل حقوقك ان تبقي قاعده في شقتك معززه مكرمه، مفيش حد قاعد معاكي كابتلك حياتك، موقفلك دنيتك، محروجه منه. بنتك بتكبر، ما ينفعش تفضل مع حد بالشكل ده. واحنا عارفين يا جماعه، انا مش بقول ان انتي اعملي مشاكل مع حد والله، بس ده رايي. والشيوخ لو حد برضو من الشيوخ يقول رايه الله اعلم هو هيقول ايه، بس فعلا ده الراي اكيد الحازم اللي هيتحط. لابد يا جماعه ان احنا نحترم ديننا، نحترم امورنا، مش نحترم ديننا عشان خاطر ربنا نفسه ما يرضوش بالوضع ده. ربنا نفسه ما يرضاش وضع ان انت تبقي قاعده مع اخو جوزك وهو شاب قاعدين في شقه واحده، حتى لو معاكي اطفال. يعني ايه معلش يعني، هو ايه اللي باقي تاني؟ يا جماعه ارجوكوا تمسكوا بدينكوا اكتر من كده، اتمسكوا باخلاقكوا اكتر من كده. في حاجات احنا ممكن ناخد راي بعض فيها، مفيش مشكله، بس في حاجات يعني حاجات كده بديهيه ان الواحد لازم يبقى عارف امور دينه اكتر من كده، وعارف يعني الظروف والاخلاق بتمر ازاي في المجتمع وبشكل عامل ازاي. اتمنى يا رانيا انك انتي تفهمي الموضوع وتحاولي انك انتي تقدري المشكله، وتحاولي انتي يا حبيبتي انك انتي تعرفي يعني تتكلمي مع جوزك وتتفهمي النقطه دي، وتقولي له انه ما ينفعش اعمل كذا، ما ينفعش ان انا اخوك يفضل قاعد عندي في الشقه، يطلع يبيت يفضل قاعد، انا محروجه. مره في التانية هيتعود على حاجه زي كده.
وبرضو اهله هيتعودوا على كده، وهو هتلاقيه بعد كده مش هيطلع كتير، يعني اخو جوزك ده مش هيطلع كتير. خلاص يعني هو قرار تاخديه وتتكلي على الله. وبرضو اتمنى يا جماعه ان انتوا تقولوا رايكم في التعليقات. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.